بالنسبه للتاني اللي هو البقري ده اللي هو عمال يعمل حلقات بقى بالخمس ساعات يشتم فيا. بص انا هرد عليك في 30 ثانيه. في 30 ثانيه مش هقعد اشتم ذاك، انا مش هنزل مستواك اصلا ان انت ايه. على فكره خلي بالك بس ما تخلوش احد يسرح بيكوا يا جماعه. انا اعرف كل المحيطين بيه، ولا معاه بي اتش دي في الفيزياء. ده هو عامل فني اشعه هناك، وعاطل عن العمل وعايش على معونه البطاله. حسن البقري ده وعايش على معونه البطاله، وهو هولندي اصلا وراح السويد عشان يعرف يعيش عشان الاسعار اقل. تمام. اقول لك تاني ولا كفايه؟ فما تخليش حد يسرح بيك، يعني مش واحد كلمك في الفيزياء وانت ما بتفهمش في الفيزياء وهو بي اتش دي في الفيزياء. وده بقى له 8 سنين ما عرفش يلم غير 35,000 مشترك، بتاع 25,000 منهم هو شاريهم مشتركين وهميين. وانسان سليط اللسان وقليل الادب ونرجسي لاشد حد. شوف القواعد اللي حاططها بس في الايه، في الشاب بتاعته. واي حد بقى مش بيعارضه ما بيطبلوش، بيعمل له بلوك ويشتمه. وحاطط لينك الباي بال في الاخر، يمكن يجي له $50 ولا $100 ولا حاجه. ده فكره. فما تخليش حد يصيع عليك يقول لك انا ايه معايا بي اتش دي في الفيزياء. هو بيقعد يعمل المناظرات كلها الكسر اللي هو بيعملها دي، عايز فاكر نفسه لما يعمل مناظرات كتير هيبقى هشام المصري. تمام. طيب هو سخر مني الراجل، قال ان انا ايه محلل ايه، بقول ان انا محلل سياسي. طيب انا هوريك يا عم دلوقتي بالايه، بالدليل. كويس. خلينا مع بعض، معلش خرجك بره موضوع الفيديو دقيقتين بس ايه، خلينا مع بعض. بص ادي الصحف العالميه، موقع اليوم السابع. الصحف العالميه اليوم: محاوله اغتيال ترامب الثانيه تثير شكوكا حول فعاليه جهاز الخدمه السريه. كلنا عرفنا ان ايه، في محاوله تانية كانت لاغتيال ايه ترامب، بس مسكوا الايه الراجل معاه بندقيه اي كي 47، وكان عايز يموته في ملعب الجولف او منتجع الجولف اللي هو ايه، آه منتجع الجولف اللي هو يملكه ترامب. كويس. يعني حصلت له محاوله اغتيال ايه تانية. طب ممكن تيجي بس معايا كده الفيديو ده اللي انا هوريه لك ليا يا صديقي، اسمه محاوله اختيار ترامب مؤامره ام حقيقه. بص بتاريخه كام؟ 15 7 جولاي 2024، يعني من شهرين. اسمع انا بقول في ايه. تمام كده احنا اتكلمنا في ايه، في ثالث نقطه بتاعه الحرب الاهليه. رابع نقطه بقى ودي مهمه جدا، وخدها مني بقى، خد من عبد الله واتكل على الله. مش انا اللي اتنبأت لكم بالاجتياح البري وبتغريق الانفاق بالميه، صح؟ وبحرب لبنان جربتوني انتوا كذا مره. خد دي بقى مني. انت ناقص لك ايه على الانتخابات قد ايه؟ حوالي 4 اشهر، صح؟ قول 4 اشهر. ترامب هيتعرض لمحاوله اغتيال تاني. انا بقول لك في المده الجايه دي لغايه الانتخابات ترامب هيتعرض لمحاوله اغتيال تانية، تانية وتالتة ممكن. انا يا عم ما بقتش ولا ترامب ولا بايدن وانا امريكاني. انا بعلق يعني. سمعت حسن نباري؟ عرفت انا ليه محلل سياسي، وافضل محلل سياسي لاديني، ومن افضل المحللين السياسيين العرب بشهاده الاف البشر، منهم سلفيين ومسلمين بيسمعوني بس عشان التحليل السياسي. فهمت انا ليه محلل سياسي؟ سخريتك دي انت بتسخر في نفسك عشان انت تافه بس وحقود لا اكتر واقل. شاغل نفسك بايه؟ فهمت بقى التحليل السياسي بيجي ازاي؟ ان انت تتنبأ الحاجه. في حد اصلا محلل سياسي، ازيك يا دكتوره الينا، تنبأ بالمحاوله الثانيه بتاعت ترامب دي؟ طلع لي كده واحد. انا كله ساعه ما حصل طوفان الاقصى ده كله قال ما فيش اجتياح بري. انا قلت لك اجتياح بري هيحصل، واسرائيل هتطربق قطاع غزه. صح ولا مش صح؟ وحصل ولا ما حصلش؟ مش انا قلت لك المفروض يغرقوا الانفاق؟ صح. عملوا ايه؟ غرقوا الانفاق.